لما جيت هنا في الاول على طول حسيت ان انا الناس كلها متقبلاني كأنها فامي. اهلا وسهلا محمد السامن. اهلا اهلا وسهلا. انت جاي من نيم، بالظبط لاعب بالظبط. هاندبول، كرة اليد معروف. انت يعني لاعب، سنتحدث عن ذلك. وما شاء الله تتكلم بالفرنسية حاليا. اتكلم بالفرنسية. وفي الفريق يعني كل الكلام بالفرنسي. كله بالفرنسية. وكيف نادي نيم ومشهور يعني في نادي نيم من التوب فرق في الدوري. فريق ماشي كويس، البروجي كويسة، عشان كده انا بقالي 6 سنوات ومبسوط وعايز اكمل. لما جيت هنا في الاول على طول حسيت ان انا الناس كلها متقبلاني كأنها فامي. الحمد لله. كويس. فالموضوع حلو، عشان كده انا نحن مسرورين بسماحة الكلام. وقرأت أنه كان في أيضا لاعب مصري ثاني في المنتخب، أنه هذا منتخب فرنسي مصري. بالظبط. هو اللعيبه المصريين دلوقتي بقى ليهم شكل اكبر في اوروبا، بقى انديه اوروبا، فرنسا، المانيا، كله عايز يجيبهم، عشان دلوقتي المنتخب الوطني الهاندبول مصر فريق قوي، الشباب الصغيرين عندهم امكانيات كويسه، فكله دلوقتي يقدر يجي. فانا كان معايا واحد مصري معايا في الفريق في نيم، وهو الموسم الجاي هيكون في مونبلييه، وفي واحد غيره جاي الموسم القادم مصري نيم تاني، فعلى طول في مصريين في نيم. نيم بتحب المصريين. وانت لاعب في الفريق الوطني المصري، وان شاء الله في المستقبل ستلتقي فرنسا ومصر في باريس في الاولمبياد، في فينال. في الفينال. في الفينال. احسن شيء. في الفينال. وفي الروح التنافسيه لكن وديه. لا، على طول قدام، مفيش اي مهم جدا بيننا وبين فرنسا وبين كل المنتخبات بتاعت اوروبا العلاقه كويسه، لان الفرق الاخرى دلوقتي بقت تحترم المنتخب المصري، واحنا بنحترم منتخبات فرنسا والاوروبيين، ففي موده بين الفرق كلها. الهاندبول ممكن الناس تقول رياضه عنيفه، بس في الاول وفي الاخر في روح رياضيه، في كلنا اصحاب، كلنا اصحاب. فنتمنى ان فرنسا ومصر تلتقي في فاينل باريس 2024. وفيما يتعلق بحياتك في فرنسا، تعود على الطعام الفرنسي؟ تعودت. انا كشخص انا ما عنديش مشكله في التاقلم على الكالتشرز المختلفه. انا عشت في اسبانيا، عشت في المجر وفي مصر قبل كده، ف بتاقلم بسهوله. ولما جيت هنا زي ما قلت لحضرتك، انا لما وصلت فرنسا الناس تقبلوني بحب بس افضل طعام في فرنسا لا؟ قعدت في فرنسا 6 سنوات دوك. وشو بتفضل يعني في الكوزين فرانسيز؟ سؤال صعب، فيه حاجات كتير. نفضل الاكل كله، نفضل كل الاكل، بس لا والله الكوزين فرانسيز اكل حلو، وجربت كتير مع اصدقائي الفرنسويين مطاعم مختلفة وكوزين مختلفة وكله حلو. يعني ان شاء الله هجيبهم مصر يجربوا الكوزين الإيجيبسي. بس يعني الفرنسيين ايضا يعني بيحبوا كثير الطعام المصري. انا سكنت في مصر وكنت يعني انبسطت كثير بالاكل في مصر ايضا يعني في. وكيف الدنيا في نيم؟ انا بحبها. بيان انستالي. الجو حلو. سود دو فرانس انا بحبه، في كل حاجه حواليا. الحياه سهله. الحياه سهله. الاكسبيرينس بتاعتي هنا من علاقتي مع كل الفرنساويين في فرنسا عامه، انا شايف ان في قبول، في احترام بين البلدين، الناس كلها تحترم بعض، عشان كده انا ما فضلت عايش هنا ومبسوط يعني. انا شايف ان وان شاء الله تبقى كمان سنتين. لسه عندي كونترا سنتين كمان، وما نعرفش بعد كده. انا سكنت في مصر يعني لمده، وعشنا في نفس الروح اللي تفضل بها، يعني روح يعني ايجابيه، استقبال حافل، وعلاقات سهله ما بين فرنسا ومصر، الفرنسيين والمصريين، وتاريخ مشترك في البحر المتوسط كله، يعني في صح. هذه الروح الايجابيه دي حقيقه. البحر المتوسط كله كلنا تحسنا شبه بعض، قريبين من بعض كلنا. لازم الرجوع. هنزورك في نيم، هتزورنا في باريس ان شاء الله. تزوروني كلكم على عيني الراس.
بشكركم على استقبالكم ليا والانترفيو شكرا يا مجيك. لا ميرسي جدا.